يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نتكلم النهارده عن صفات الناجحين، ازاي ان انت تبقى ناجح في حياتك، و ازاي تعرف ان انت في منطقة النجاح اصلا، عشان خاطر ما تحسش ان انت ما بتعملش حاجة. النجاح ده بيبدأ من الصفر، يعني انت لو في مرحلة الصفر اصلا انت كده ناجح، حسب الخطوة اللي انت فيها، على حسب ما انت بتنجز، على حسب ما انت مثلا طالب، انت لسه بتبدأ حياتك، لسه مش مطلوب منك غير ان انت تنجح بس. خلاص هتشتغل، لازم تشتغل صح، لازم تبدأ صح، لازم تفكر صح. النجاح لكل واحد فينا هو نجاح نسبي، على حسب الفترة اللي انت فيها، حسب المكان اللي انت موجود فيه. واحدة واحدة. الزواج من ضمن برضو النجاح على فكرة، ان انت تبقى بتبني بيت، بتحوش، عايز تعمل حاجة، عندك هدف. الجواز اصلا ده هدف برضو، ده نجاح. الاهداف حتى لو هي كانت صغيرة، برضو انت بتعمل حاجة، انت عملت حاجة بالنسبة لك هي نجاح. بالنسبة لي انا ممكن ابقى عديتها، او يعني ابقى عديتها او مريت بيها، فمش هحس بانجازك قوي. انت عشان كده لما تيجي تتكلم مع حد على نجاحك، ممكن ما يحسش، لان هو مر بيه وخلاص، الموضوع انتهى. التجربة دي خلاص بالنسبة له بقت حاجة سهلة، او كانت حاجة سهلة. وانت عندك فكر، على فكرة ده نجاح برضو. في ناس بتبقى عندها دايما بتعرف تفكر، بتعرف تخطط، بتعرف تعمل اي حاجة. الناس بتحب السفر برضو، دول ناس ناجحة برضو. هو بيحب يسافر، بيحب يصرف، بيحب يعمل حاجة. ولازم نسمع من اللي حوالينا عشان نعرف احنا فين، بالذات الناس الناجحة في حياتها. انا ما بسمعش من اي حد يكون فاشل. لازم اللي اقعد اتكلم معاه لازم يكون حد بجد هو عارف يعني ايه معنى النجاح، مش مجرد شخص انا قاعده بتشاور معاه وخلاص. لا، لازم يبقى حد فعلا ناجح في حياته، مش فاشل، عشان ما يليش طاقه سلبيه وبعد كده ابتدي ان انا اتخنق من المرحله اللي انا فيها. أم، الصفه التانية، الناجح ده بيبقى بيتحمل مسؤولية أفعاله. ده بابا السبب، دي ماما السبب، ده أخويا السبب، دي مراتي هي السبب، ده ابني هو السبب. حتى لو هما فيهم عيب، لأن للأسف معظم ناس كتير قوي عندها في أهلها مشاكل ومش هيعرفوا يغيروها. فحاول انت تأثر عليهم. يعني للأسف انت مش هتلاقي حل تاني، ان انت توريهم ان لا، ممكن يكون في حل، ممكن يكون في حاجة تانية. لا يا جماعة معلش اسمعوني، ده لو عملنا كذا نبقى كويسين جدا ونبقى بنحب بعض جدا. انت اللي هتبقى يعني تقدر تحرك اللي حواليك، لان هما مش فاهمين انت بتقول ايه. من صفات الناجحين بيعرفوا يخططوا كويس جدا، يعني بيعرف يخطط، بيبقى عنده بلان. مش لازم بلان بقى حاجات يعني تكون يعني بيرفكت قوي، لا 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 لا. كفايه ان هو يوصل ل يعني زي ما قلت، لو انت عايز تبدأ في مشروع وانت في الصفر، كفايه ان انت فكرت بس ان انت عايز تعمل مشروع، ده لوحده انت ناجح. انت كده خلاص هتقف على نقطة النجاح. فانت طول ما ده ربنا بيبتدي يفتح ذهنك على حاجات تانية انت ما كنتش واخد بالك منها خالص. فواحدة واحدة هتبتدي ان انت تحس ان انت في مركب صح، مشيتها صح، بدأتها صح. محدش ساعدك، محدش وقف جنبك، محدش ساندك. انت اللي فكرت، انت اللي خططت، انت اللي شفت ان ممكن ان احنا نبقى احسن. في حاجة تانية مش عايزين يعني نلخبط بينها، الادخار يا جماعة. الادخار شيء، والاسراف شيء، والبخيل شيء. يعني انك تدخر عشان انت داخل حاجة جديدة، زواج، مشروع، هتشتري عربية، تشتري شقة، اوعى تكون فاكر ان انت كده بخيل او مش مسرف. لا، او لو حد قال عليك كده حتى انت هتقول له انا احترمك جدا، لكن انت ما تعرفش انا بحاول اشيل الفلوس دي عشان اجيب ايه. زي مثلا انا كنت بخرج مع صحابي، انا ببقى عايزه اعمل حاجه، عايزه اجيب موبايل مثلا، فانا مش بصرف قوي عشان انا عندي هدف هما يمكن محققينه او مش في دماغهم اصلا. في الحاله دي انا مش بخيله، لكن كل الموضوع ان انا بحوش عشان شيء ما، او بدخر عشان شيء ما. لكن هما ممكن ما يحسوش باللي انا بقوله. فلما بقول الصوره اللي قدامي بيفهم ان انا مش بخيل، انا بحوش عشان في حاجه معينه او هدف عندي انا عايز اجيبه. تمام. والاهم حاجه كمان، ان انت وانت بتنجح لا تدوس على حد، ولا تقلل من حد، ولا تكون هتأذي حد او هتدوس على حد. ودي اهم حاجه في خطوات النجاح. لان لو انت ما عملتش كده، اوعى تفتكر ان ربنا هيساعدك في حاجه، لان انت كده اصلا بتفكر ان انت تنزل حد عشان تطلع مكانه، بتفكر ان انت تأذي حد وتعدي وتمشي وتقول عادي مش مشكله انا هتركه واشوف حاجه تانية.
تعلق حد بيك مثلا في شغل ويعتمد عليك، وبعد كده تشوف حاجة تانية فتمشي. ده كله مش نجاح. يعني انت هتمشي عشان خاطر تبني شركة تاني او تبني حياة تانية، طب ما ده مش نجاح. انت كده اذيت شركة او اذيت حد كان معتمد عليك، ما قلتلوش ان انت هتمشي بدري. لو انت فاكر انت هتسيبهم عشان تفتح حاجة تانية لوحدك عشان تبقى ناجح، انت كده بتبدأ خطوات الفشل، لان انت ضيعت شركة كانت معتمدة عليك. المفروض عشان تبدأ الخطوة دي لوحدك ان انت تبلغهم قبليها بفترة كبيرة، عشان خاطر هما كمان يكونوا مستعدين، ولا ضرر ولا ضرار. تبقى ناجح لازم تتبع كل الصفات اللي احنا بنتكلم عليها دي النهارده. بتعمل الحاجة بجد، بتعمل الحاجة بجهد، تعمل الحاجة كما يجب أن تكون. يعني إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. يعني أنت لازم تتقن الحاجة اللي أنت بتعملها. ما ينفعش ان انت تعمل الحاجة كده بشكل عبيط. حتى لو انت فاتح مثلا براند او حاجة، فبتعمل حاجة على قدها وخلاص عشان الناس كده كده بتشتري حاجات اي كلام، وتيجي الحاجة بعد كده تبوظ وتبيعها بسعر قليل. طب ما انت كده بتعمل حاجة وحشة جدا على فكرة. انت مش بتعمل حاجة كده كويسة جدا، لا، انت بتأذي الناس، بتبهرهم الاول بالحاجة وبعد كده الحاجة بتبتدي تبوظ. واول حاجة انت كده بتفشل، لان الناس بتبتدوا يفقدوا ثقتهم بيك. انت عايز تنجح دلوقتي، لازم تجيب ثقة من عند ربنا ان انت فعلا هتنجح. ملهاش بقى ملهاش اي كلام تاني. لازم تجيب ثقة من ربنا. هجيبها ازاي الثقة دي؟ ان انت تبقى مؤمن ان انت فعلا هتنجح. كل الخطوات اللي عملناها في الاول، اللي قلناها في الاول، ده دليل ان انت بادئ مشروعك صح، او بادئ خطوات نجاحك صح. وطبعا انا يعني عايزه اقول لكم ان اللي معهوش لازم يدي يا جماعه. لازم يدي، لازم يدي، لازم تدي. حتى لو انت معكش لازم تطلع حاجه. حتى لو انت معكش لازم تتصدق، لازم تتزكى، لازم تدي الناس. حتى لو انت معكش، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا بحاول اعمل كده. حتى لو المرتب يا دوبك هو يكفيني كله، او الفلوس اللي معايا يكفيني، لا، انا ما بحسبهاش كده خالص. بطلع برضو وبدي للناس، وربنا الحمد لله بيبارك لي في الباقي. فانت لو عملت مشروع او فكرة، او عايز تعمل حاجة، او عايز تنجح في حاجة، لازم تدي الناس. لازم تدي الناس. انفقوا مما تحبون. انفق من اي حاجة انت بتحبها، عشان خاطر ربنا يبارك لك في رزقك ويزيدك فيه. وعشان خاطر ربنا يبارك لي في رزقي، لازم ان انا ادي للناس. يبقى دي الصفات كلها اللي انا تقرب لله. لازم تتقرب للناس، لازم تدي للناس، لازم تنفق مما تحب، عشان ربنا يحس ان انت فعلا مختلف وتستاهل ان انت تنجح، وتستاهل ان انت تبقى حاجه. احكي لكم قصه صغيره انا بعشقها وبحب اسمعها لما بلاقي حد بيتكلم فيها. انا بحب اسمعها. سيدنا موسى وولد صالح، الشاب اللي كان عنده 30 سنه، وذهب لسيدنا موسى وقال له: اريد ان يغنيني الله، ادعو لي عند الله. فقال له: ماذا تريد؟ يعني انت عايز ايه؟ يعني ان انا اكون. فطبعا سيدنا موسى عليه: عايزه يغنيك في اول 30 سنه ولا في اخر 30 سنه؟ طبعا شاب ذكي وعارف قدرته كويس قوي، قال له: لا، انا عايزه يغنيني في اول 30 سنه من حياتي، عشان خاطر عندي صحه وعندي شباب اقدر ان انا اعمل كل حاجه. لكن هيغنيني في اخر 30 سنه، انا هبقى راجل عجوز وكبير وممكن ما اعرفش اعمل اي حاجه في حياتي. فرد عليه وقال له: خلاص ماشي. فذهب سيدنا موسى رب العالمين وسأله وقال له: الشاب ده يعني طالب الغنى وكده. ربنا رزقه. مرت سنة 2 20 25 30، الشاب بيزيد في الغنى، بيزيد في الرزق، بيفتح مشاريع، بيجوز للفقراء، بيساعد المساكين، فتح أبواب رزق كتيرة جدا للناس، ساعد ناس كتير جدا. سيدنا موسى بقى شايفه، يعني متابع وعمال يسمع سيرته، وبيسمع كذا، ده فلان كذا، ده بيعمل كذا كده. فاستغرب. فذهب سيدنا موسى رب العالمين، هو كان كليم الله طبعا، فسأله فقال له: يا موسى، هذا العبد فتح أبواب رزق على عبادي، أنا أغلق ذلك الباب الذي فتحه على عبادي؟ يعني هو فتح باب رزق على عبادي، أنت عايزني أغلقه؟ طبعا سيدنا موسى تعجب. يعني هو ذاهب له بيقول له: يعني يا ربي، يعني يا رب، انت قلت لي كذا وانا رحت قلت له، يعني اللي هو بقى انا شكلي كده ايه يعني. فقال له يعني رب العالمين قال له: يا موسى، هو فتح ابواب رزق على عبادي، عايزني اغلقها؟ شوف الذكاء الشاب ده. الحركه اللي عملها دي هي اللي كملت رزقه معاه، وممكن مع ولاده وولاد ولاده كمان. والله اعلم هو لو كان وقفها كان ايه اللي حصل. يعني لو وقف ده كان ايه اللي حصل. فمعنى كده ان انت بتنفق مما تحب،
يعني معنى كده ان ربنا هيرزقك كتير جدا. فانت بلاش تبقى بخيل حتى لو انت معكش، مش معاك النهارده يبقى معاك بكره، بس لازم تدي الناس، لازم تبقى عطاء، لازم تبقى فاهم اللي حواليك، لازم لما حد يلجأ لك تديله، اخوك، مامتك، باباك، صحابك، الناس الغلابه، على قدر استطاعتك تقدر ان انت تدي. كل ما تدي والله والله يا جماعه، والله والله ربنا فعلا هيديكوا كتير جدا، وعلى نواياكم ترزقون. بشكركم جدا جدا، واتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. والنهارده اتكلمنا عن موضوع انا شايف ان هو مهم. من اسباب النجاح ان انت لازم تنفق مما تحب عشان تنجح، وعشان تنجح، وعشان تنجح تاني. لازم في اي مشروع تفتحه مع ربنا، حتى لو كان زواج، لازم تتقي الله في اللي هتاخدها، عشان ربنا لما بيشوفك بتتقي الله في حتى في اللي حواليك، مش لازم تبقى غني، مش لازم يبقى معاك فلوس، لان ده نجاح في نفس الوقت، بيجعل لك مخرجا من كل شيء. فعشان كده انا بقول لك حاولوا ان انتوا تتغيروا وتكونوا افضل، وتنفقوا مما تحبون، ان ده سبب من اسباب النجاح. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.